تخيل إنك نايم في أمان في بيتك وتصحى تلاقي جيش غريب بيحاول يسرق أرضك. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. القصة دي مش مجرد حكاية قديمة بنحكيها، دي معركة حقيقية غيرت مجرى تاريخ مصر القديم كله. في الزمن ده كان الملك سنفرو هو اللي ماسك البلد، ومصر كانت بتعيش فترة استقرار ما حصلتش. لكن للأسف من ناحية الغرب كان في خطر عمال يكبر ويتجمع بهدوء محدش واخد باله منه. القبائل الليبية اللي كانوا بيعيشوا في الصحراء الغربية الشاسعة بصوا بعين الطمع على أرض الدلتا الخصبة. كانوا بيجهزوا تحالفات مستحيلة فيما بينهم وخططوا الغزو مفاجئ عشان ياخدوا خيرات مصر. كل يوم كانت التقارير بتيجي للملك سنفرو إن القبائل دي بدأت تقرب من الحدود الغربية للدلتا. هم كانوا فاكرين إن الحدود دي ضعيفة وإنهم هيخشوا بسهولة محدش هيقدر يوقفهم، بس هم ما كانوش يعرفوا مدى قوة سنفرو ولا القوة اللي يقدر يجهزها في وقت قياسي جدا. الملك سنفرو بذكاء القائد المحنك قرر إن الرد ما يكونش مجرد دفاع عادي على الحدود. قرر يضرب الضربة القاضية، مش بس يطردهم، لا، يروح لهم لحد عقر دارهم ويفاجئهم. تجهز جيش ضخم، جيش بقوة لا يمكن تصورها، في سرية تم محدش حس بيها خالص. كان التخطيط كله قايم على عنصر المفاجأة عشان يباغت العدو في اللحظة اللي يكون فيها مطمن تماما. تخيل المشهد، جيش مصري ماشي في عمق الصحراء في مهمة عسكرية خطيرة جدا. لما وصل الجيش كانت المفاجأة صادمة جدا للقبائل الليبية اللي ما توقعتش أي رد فعل بالسرعة دي. تحولت محاولتهم للغزو إلى معركة غيرت كل حساباتهم وخططهم في لحظة. المعركة كانت عنيفة جدا، بس خبرة الجيش المصري كانت تفوق أي مقاومة للعدو. كانت هزيمة ساحقة للقبائل دي لدرجة إنهم فضلوا سنين طويلة ما يفكروش في غزوة تاني. ده مش مجرد انتصار عسكري، دي كانت رسالة قوية جدا لأي حد يفكر يقرب من مصر. تخيل حجم الغنائم اللي رجع بيها الجيش سنفرو بعد المعركة الكبيرة دي. الجيش رجع ومعاه 11,000 أسير من القبائل اللي حاولت الغزو. 11,000 أسير، رقم ضخم بيوريك حجم الضربة القاضية اللي القبائل دي خدتها. وكمان جابوا معاهم 13,000 راس ماشية، ودي كانت ثروة كبيرة جدا لمصر. الماشية دي كانت بتأمن احتياجات مصر وبتغطي أي نقص لفترة طويلة بعد المعركة. بس سنفرو ما اكتفاش بالانتصار وبس، لأنه كان عنده بعد نظر قائد عظيم. قالك لازم نبني خط دفاع يحمينا من أي غزو ليبي يجي في المستقبل. راح باني مجموعة حصون قوية جدا على طول الحدود الغربية كلها. الحصون دي ما كانتش مجرد أسوار، دي كانت نقطة مراقبة وحماية دايما مصر. وبكده سنفرو ما اكتفاش بالانتصار اللحظي، لا، ده أمن مستقبل مصر لسنوات طويلة جدا. كان قرار مسيري أثبت إن حماية البلد واجب لا يقبل النقاش أبدا. وللعلم كل قصصنا خيالية للمتعة والتسلية فقط. وهنا خلصت حكايتنا، هشوفكم تاني إن شاء الله.